الحمراء وكل الناس اللي طلبت اخبار النادي الاهلي. اشرف داري مدافع الجديد للنادي الاهلي اتطلب على طول فين؟ في منتخب المغرب. في منتخب المغرب. المغرب عنده مباراتين زينا كده بالظبط، عنده مباراة مع الجابون وعنده مباراة مع ليسوتو، الاثنين في تصفيات افريقيا. فالركراكي طلب مين؟ طلب اشرف داري. اول الراجل ما جه مضى في الاهلي وخلص وبتاع وابتدى، قال لك تعالى يلا مي منتخب المغرب، واشرف داري ليه منتخب المغرب. طيب تعالوا نتكلم عن مين بقى؟ تعالوا نتكلم على بيرسي تاو. بيرسي تاو اتكلم في اذاعه في جنوب افريقيا اسمها ميتورو. قال لك ما عنديش اي مفاوضات داخليه او اي مفاوضات خارجيه او مفاوضات من جنوب افريقيا او السعوديه، انا مبسوط في مصر ومبسوط داخل النادي الاهلي. وبيرسي تاو قال لك ان كان في بيني وبين مارسيل كولر حد بيترجم له غلط، فالراجل كان فاهمني غلط. قال لك انا مبسوط ومرتاح هناك، ولسه مش عارف لما عقدي يخلص هنجدد ولا ممكن تبقى وجيتي حته تانية. فمن الواضح من كلام بيرسي تاو كده ان الراجل مرتاح فعلا، ولكن يعني خالد او الدكتور خالد الجوادي كان ممكن يكون بيوصل حاجات غلط لبيرسي تاو من مارسيل كولر لبيرسي تاو، او ايفن ايه اللي كان بيحصل، المشاكل اللي كانت موجوده. ولكن خلينا نتفق على حاجه، ان بيرسي تاو فرده حلوه، فرده كويسه. بيرسي تاو كان بيلعب كان بيلعب في برايتون الانجليزي. برايتون الانجليزي مش ضعيف يا محمد يا عبد الناصر، ولا يا محمد يا عادل واحمد سعيد. فبرايتون مش فرقه خفيفه عشان تروح تشتري زي واحد زي بيرسي تاو. وفي نفس الوقت بيرسي تاو لو مش حلو مش هيروح منتخب جنوب افريقيا، البفانه بفانه. فهو فرده تقيله لما بتكون فايقه. فهنشوف هل فعلا السبب كان في الموضوع ده خالد الجوادي ولا مين. هيبان الفتره الجايه مع بيرسي تاو. هل بيرسي تاو هيخش على طول ضمن حسابات مارسيل كولر، واللي احنا عرفناه ان مارسيل كولر قال لك لا انا عايز بيرسي تاو. بيرسي تاو يعني انا ما دام ما فيش لعيب اعلى منه، لا خلي بيرسي. وتاخد المفاجاه، والناس اللي بتتكلم وناس كتير بعتت لي وقالت لي طاهر محمد طاهر، الراجل رافض رفض تام مشيان طاهر محمد طاهر من النادي الاهلي. طاهر جاله عرض من زد على فكره يا جماعه، وزد كان عايزه باي طريقه. خلاص الراجل رافض رفض تام وقاطعي مشيان طاهر محمد طاهر من النادي الاهلي. خلاص عشان ما حدش يتكلم على طاهر تاني. تمام. الراجل متمسك بكل الوينجر اللي موجوده عنده، كل الهافات اللي موجوده عنده متمسك بيها. واحتمال تلاقي هاف موجود يعني الناس كلها بتتكلم عنه، وكان بيلعب امبارح في ماتش امبارح، ومش هنقول اول حرف من اسمه زيكو. احتمال بنسبه 50% او خلينا نقول 70% ممكن تلاقي زيكو في النادي الاهلي، مش هنقول اسمه. خلاص. طيب تعالوا نقول لكم برضو ان لاعيبه النادي الاهلي هينتظموا في معسكر المنتخب الوطني بكره. يعني اول يوم لعيبه النادي الاهلي في معسكر المنتخب بكره. الاجازه بتاعتهم خلاص اخر يوم النهارده، شموا نفسهم، خدوا نفسهم، بعدوا عن الكوره، بعدوا عن الضغوط، بعدوا. كل الناس اللي اسمائها موجوده في القائمه اللي اختارها كابتن حسام حسن اللي بنتمنى له التوفيق، تمام، كلها هتروح للمعسكر اللي هيبتدي ان شاء الله باذن الله يوم الاحد. طيب تعالوا نروح بقى على عادل كان بيسأل على الصفقات. طيب بصوا يا جماعه عشان بس نتفق في الموضوع ده بالذات. عمر الساعي احنا اتكلمنا وقلنا عمر الساعي يا جماعه مخلص ونزلنا، ناس هللت وفرحت وبعتت لنا وبتاع ومش عارف ايه. بعد كده اما قلنا ان النادي الاهلي تراجع عن او وقف او جمد الموافقه بتاعت عمر الساعي، ناس دخلت وقالت يا جماعه ازاي ده خلص، انتوا لا بس مش متابعين، انتوا بتنقلوا الاخبار وخلاص، انتوا بتعملوا، انتوا بتسووا. لا احنا مش بننقل اخبار، ده اول هام. تاني هام عندنا المصادر بتاعتنا، عشان كده اما بنطلع نتكلم بقلب. تالت هام وده اللي وضح ان فعلا صفقة عمر الساعي وقفت لان النادي الاهلي كان عارض 30 مليون 20 و10، ونادي الاسماعيلي ماسك في 50، وده طبعا مش هيحصل يعني. وقبل ما نطلع مع حضراتكم جالنا مصدر وقال لنا ان خلاص العقود بين نادي الاسماعيلي والنادي الاهلي بتتكتب. امال اللاعب ماضي، واحنا قلنا لحضراتكم ان اللاعب مخلص وماضي مع النادي الاهلي ومتمسك بالنادي الاهلي، واللي النادي الاهلي بيتمسك يعني اللي بيتمسك بالنادي الاهلي النادي الاهلي ما بيسيبوش. خلاص النادي الاهلي ما بيسيبوش.
فاعتبر عمر الساعي خلص كمان. احنا بنقولها اهو بالفم المليان وبقلب مفتوح وبقلب جامد، لما وقفت قلنا وقفت. المره دي بنقول لك لا، عمر الساعي خلص كمان. طيب بين رمضان، بين رمضان ده بقى حكايته حكايه، وخلي بالنا يعني برضه بين رمضان هو الراجل موافق وما عندوش مشكله ويتمنى وكل حاجه، بس النادي بتاعه المجري عايز فلوس كاش، والنادي الاهلي لسه بيحاول يتفاوض. النادي الاهلي لغايه اخر رمق، النادي الاهلي لغايه اخر رمق مش هيسيب محمد بن رمضان، خلاص مش هيسيب محمد بن رمضان. طيب تعالوا نقول لكم بقى ان جورهيما الكيني خلاص بيعلن مواجهه النادي الاهلي يوم 15 الساعه 3 العصر في دور ال 32 بدوري ابطال افريقيا. يوم 15 سبتمبر 15/9 هيبتدي دوري ابطال افريقيا، والاهلي هيواجه جورهيما الكيني، هيواجه جورهيما الكيني. طيب كريم فؤاد الراجل سافر عشان يعمل عمليه الرباط الصليبي في المانيا. النهارده كريم فؤاد اجرى جراحه الرباط الصليبي، والف سلامه لكريم فؤاد، يرجع بالف سلامه للنادي الاهلي، ويرجع ليه اهله وناسه، ويرجع ليه الملعب ان شاء الله باذن الله واقف على رجله. طيب تعالوا نقول لكم ان يوم الاثنين 2/9 النادي الاهلي هيبتدي المعسكر بتاعه. يعني يوم الاثنين الجاي نادي الاهلي هيبتدي المعسكر بتاعه، معسكر الاعداد. الراجل يعني هيشوف بقى لعيبته وياخد لعيبته ويبتدي بقى معسكر اعداد، لان احنا بنقول لحضراتكم عنده ماتش يوم 15 مع جورهيما الكيني. طيب احمد القندوسي، وناس كتير كانت قلقانه من موقف احمد القندوسي، على فكره لعيب كويس جدا ولعيب جزائري ومحترم جدا جدا جدا. واحنا قلنا لحضراتكم قبل كده في اللايف اللي فات واللي قبله، قلنا لكم احمد القندوسي مطلوب في ناديين وفي خناقه، بس خناقه لذيذه بين زد وسيراميكا، وقلنا لكم ان احمد القندوسي عايز يقعد في سيراميكا عشان هو مرتاح هنا، انا عايز هنا مرتاح هنا. ونادي الاهلي قعد مع احمد القندوسي وقعد مع الوكاله بتاعت احمد القندوسي وقالوا له احنا مش هنسيبك، انت لعيب محترم، شوف انت عايز ايه. قال لهم انا عايز اكمل في سيراميكا. قالوا له خلاص ماشي، اعاره في سيراميكا كمان، ومدد التعاقد معانا. الراجل هيمدد التعاقد خلاص وهيروح سيراميكا كيلوباترا. كل ده بحب وبمهاره من اداره النادي الاهلي ان هي ما فرطتش في لعيب زي ده. وعلى فكره كان جاله عروض من بره، احمد القندوسي كان جاله عروض خارجيه، لعيب كويس جدا جدا جدا، ولكن ما تعرفش ايه الكيمياء مش ماشيه مع مارسيل كولر كده. في لعيبه كده كولر الكيمياء ما بتمشيش معاها، يعني احمد عبد القادر مش عارف ايه، الناس دي كده الكيمياء مش ماشيه معاها خالص. طيب تعالى برضو نقول ان محمد مغربي ده كان بيلعب في سموحه من ناشئين النادي الاهلي، مدافع النادي الاهلي. الراجل عنده عرضين وفي 2 بيتخانقوا عليه، يعني في 2 ناديين عايزينه، تمام. في عنده عرض من زد وعنده عرض من الاتحاد. وعلى فكره النادي الاهلي على علاقه طيبه جدا 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 زي ما قلنا قبل كده بزد، وعلى علاقه طيبه جدا 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 بنادي الاتحاد السكندري والحاج محمد مصلحي. فمحمد مغربي هيروح فين؟ الراجل عايز ايه؟ الراجل بيفكر في ايه؟ ده لسه هنشوفه، ده لسه احنا هنشوفه. طيب لجنه التخطيط والكابتن محمود الخطيب كانوا قعدوا مع بعض كده عشان يحطوا سيستم ويحطوا طريق، وقعدوا مع الكابتن وليد سليمان، وقعدوا مع الكابتن طبعا امير توفيق عشان المرحله اللي فاتت والمرحله الجايه، ويشوفوا الدنيا هتمشي ازاي. بس طبعا ما طلعوش لسه باي قرارات عشان نقولها لحضراتكم، ما طلعتش باي قرارات. هم زي ما بيقولوا كده بيقعدوا بيحطوا خريطه الطريق للنادي للموسم الجديد بالنسبه للشباب وبالنسبه للناشئين، بالنسبه للشباب وبالنسبه للناشئين. بالنسبه للناشئين برضو النادي الاهلي كده عندنا خبر عابر كده، يعني ان الناشئين بتاعه النادي الاهلي يعني خلينا نقول في 5-6 لعيبه جاي لها عروض من انديه ثانيه. 5-6 لعيبه كده ممكن نقول لكم اسمائهم: عبد الله وابو الخير وطعيمه واسلام ومخلوف. دول جاي لهم عروض من انديه في الدوري الممتاز عايزينهم حتى لو على سبيل الاعاره. لسه لجنه التخطيط هتقعد وهتدرس وتشوف وهتطلع اللعيبه دي، ولا هي من حقها ان هي تختار يعني 4 أو 5 لعيبه وتنزلها تحت السن. فهنشوف الفتره الجايه ايه اللي هيحصل، هنشوف الفتره الجايه ايه اللي هيحصل في النادي الاهلي. طيب
احنا في النادي الاهلي وفي اي نادي ما بنقفش عند حاجه معينه، ولكن كان في بطوله وديه بيلعبها النادي الاهلي في البوسنه. خلينا نقول في الهاندبول. طبعا الاهلي بيتاهل للبطوله، بيتاهل رسميا لنهائي البطوله عشان يشوف هيلاعب فريق اسمه تيتانيا المجري او دينامو زغرب الكرواتي. تمام. وبان النادي الاهلي قبل كده لعب في البطوله دي 2022 وخد المركز الثاني ده في الموسم اللي فات، لما واجه في النهائي مين بقى؟ لما واجه في النهائي تخيل برشلونه كان بيلعب فيها مين بقى ساعتها؟ بقى كان بيلعب فيها الله كان اسمه ايه نسيت، علي زين. بصراحه الراجل يعني لعب في انديه كتير جدا جدا، وكان اخيرا برشلونه وكان بيلعب قصاد النادي الاهلي. على فكره يا جماعه بحب الهاندبول جدا، فمتابع كمان فريق الهاندبول. بصراحه بالنسبه لي فريق الهاندبول حاجه عالميه، يعني نفسي فريق كره القدم كده يبقى زي فريق الهاندبول. يعني الهاندبول فريق كويس جدا. تعال بقى نروح على الاخبار بتاعه المحترفين بتوعنا. تعال نتكلم على محمود حسن تريزيجيه. محمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزون التركي. بنتكلم ان محمود حسن تريزيجيه جاله عرضين، كان جاله عرض من السعوديه وكان جاله عرض من قطر، ولكن قبل ما نطلع مع حضراتكم شفنا كده ان في عرض من قطر ومحمود حسن تريزيجيه في طريقه لقطر عشان يحترف في الدوري القطري. انا بالنسبه لي تبقى خطوه مش حلوه خالص محمود حسن تريزيجيه. انا كنت متخيل محمود حسن تريزيجيه، او انا شايف ان محمود حسن تريزيجيه يعني امكانياته وطريقته وكل الكلام ده كله لا يلعب في الدوري الانجليزي مستريح، يلعب في الدوري التركي مستريح، يلعب في الدوري الانجليزي، يلعب في الدوري الاسباني مستريح. لعيب كويس جدا جدا، امكانياته عاليه جدا جدا جدا. ولكن هنشوف هل فعلا هيروح قطر وتبقى ممكن تبقى خطوه موفقه ويطلع بيها على اوروبا مره ثانيه. محمود حسن تريزيجيه عودنا ان هو عدم اليأس. طيب تعالى بقى نتكلم عن عمر مرموش. من شويه الراجل بيضع هدف وبيعمل اسيست، تمام، مع فرانكفورت. وعمر مرموش برضو قصاد هونوفن الالماني وبيكسبوا 3-1، عمل اسيست وجاب جون. عمر مرموش اسهمه بتطلع بطريقه غريبه جدا. عمر مرموش كان عنده عرض، وكان قبل ما الانتقالات تقفل برضو باب الانتقالات يقفل، ولكن للاسف يعني العرض قوبل بالرفض عشان العرض المالي، كانوا طالبين اعلى. فعمر مرموش السنه دي برضو موجود في الدوري الالماني. طيب هنقف عند عمر مرموش؟ لا، هنقول لك مصطفى محمد كان قريب جدا 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 في الاحتراف في ليستر سيتي، وانا برضو من الناس المؤمنه ان مصطفى محمد مكانه في الدوري الانجليزي يعني جسمانيا وعقليا، وراجل يعني هيكسر الدنيا. ف هنشوف هل مصطفى محمد هيروح الدوري الانجليزي السنه الجايه. برضو المفاوضات وقفت، وعلى فكره هو في بينه وبين نانت مشكله، يعني في بينه وبين نانت مشكله. فالراجل ما تعرفش مش مبسوط في نانت. هل المدرب مثلا ما رجعش بيعامله كويس؟ لان مصطفى محمد كان بيلعب اساسي في نانت، يعني احنا ما شفناش مصطفى محمد بيلعب غير اساسي في نانت. فاليومين دول مصطفى محمد لا مش اساسي في نانت. تعالوا نروح برضو لأحمد حسن كوكا. أحمد حسن كوكا راح لنادي اسمه ريو إيفي البرتغالي، كان عقده خلص مع ناديه القديم، راح مدى في موسم مع ريو إيفي البرتغالي. أحمد حسن كوكا برضو راس حربة محترم جدا جدا، يعني لف كتير بصراحة في الاحتراف، في الدوري اليوناني والدوري البرتغالي والكلام ده كله. تعال نقول لكم ان سام مرسي النهارده لعب مع ابساتش تاون، اسمه غريب شويه او احنا مش عارفين ننطقه يعني، ابساتش تاون، وتعادل قصاد فولهام 1-1 ولعب المباراه كامله. لعيب كويس جدا جدا سام مرسي، خط وسط تقيل. انا ما اعرفش بصراحه يعني، دي رايي طبعا، ده راي الكابتن حسام حسن واحنا مش هنتدخل فيه. طيب احنا كده اتكلمنا يعتبر على كل المحترفين بتوعنا اللي هو يعني خلينا نقول راحوا انديه تانية مكسرين الدنيا بره، كان عندهم ماتشات النهارده. فالمحترفين بتوعنا زي ما احنا شايفين كان نفسنا يزيدوا كمان، وكمان كان نفسنا نتكلم برضو عن محترف ختافي. مش همل ان انا اتكلم عن محترف ختافي اللي هو ابراهيم عادل. ف
كده خلصت اخبار المحترفين، ولكن عندنا خبر جالنا سريع كده من نادي الاسماعيلي. نادي الاسماعيلي بيطلب عمار حمدي من النادي الاهلي. عمار حمدي اللاعب كان بيلعب في الاتحاد في المقاولين، خلصت الاعاره بتاعته ورجع للنادي الاهلي. سالوا مارسيل كولر كده انت محتاج لعمار حمدي؟ الراجل قال لا. فهيبقى في مرونه كبيره جدا 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 ان عمار حمدي ينتقل من النادي الاهلي الى نادي الاسماعيلي، وممكن تكون دي برضو من ضمن الايه، من ضمن خلينا نقول الفك او من ضمن الفلوس اللي هتدفع مع لعيبه مع الكلام ده كله عشان عمر الساعي يجي، عشان عمر الساعي يجي. طيب الناس برضو بتسالني بتقول لي النادي الاهلي فاضل له ايه؟ ممكن يكون فاضل له صفقتين، صفقه محليه وصفقه طبعا محمد بن رمضان. هنتكلم بصراحه، هو زيكو ومحمد بن رمضان. مهاجم لا، مفيش مهاجم. الراجل مش مقتنع باي مهاجم، شايف ان وسام ابو علي او زي وسام ابو علي مش موجود، فكده خط هجوم النادي الاهلي السنه الجايه هيبقى محمود كهربا زي ما هو موجود، وطبعا وسام ابو علي. الراجل ده بصراحه يعني يا جماعه وسام ابو علي ده انا مبهور بيه بصراحه، راجل جامد جدا، راجل جامد يعني بصراحه. العين اللي جابته تحفه وسام ابو علي.